السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا قصة طريفة وجميلة. يقول لك يوم من الأيام تقابلوا الكذب والصدق، ولو أن الكذب والصدق ما يتقابلون، يتكارهون. فتقابلوا مع الطريق، كان الصدق لابس نظارة سوداء. المهم يتمشون سوا، قال الكذب: ما أجمل اليوم الجو. بعد النظارة من وجهه الصدق، ولو انه ما هو مطمئن، يعني ما هو مصدقه، هذا كذاب، يعني مثلا معروف بكذبه، ما هو مصدقه. فبعد النظارة عن عينه، وشاف لو ان الجو صراحة جميل، يعني زي ما قال الكذب الجو جميل. قال خلاص، تواصلوا مع بعض، واصلوا مشوا يتمشون، وجوا عند البير، وقال الكذب: ما أجمل موية هذا البير. ف ايش رايك نتروش فيها؟ فنظر الكذب الصدق إلى نفس البير، لو ان الموية جميلة زي ما قال الكذب، يعني صدق مرتين، وهو أصلا كذاب. قال فعلا والله الموية جميلة اليوم. فقال الكذب: وش رايك نتروش؟ قال: ما عندي مانع. نزلوا ملابسهم ونزلوا يتروشوا. فجأة طلع الكذب وشرد بملابس حق الصدق، أخذ ملابسه وشرد. الصدق فضل عريان، حاول يجري وراه، ضحكوا عليه الناس لأنه عريان. فرجع إلى قاعة البئر. فيقول لك من ذاك اليوم إلى الحين الكذب يطوف العالم بملابس الصدق. أما الصدق فهو في قاعة البئر، خجلان إن يطلع، ما يبغى يطلع وهو عريان، خجلان من الناس. لما الكذب لا، فلأجل هذا الكذاب يلبس لك بكلام على إنها صدق، وتصدق أنت، ثم يطلع كذب. فإن شاء الله بإذن الله نجيب لكم قصص أجمل وحكايات جميلة. تابعونا، جزاكم الله خير.